اسمع معايا الفيديو ده كده. استدر. اركع على ركبتيك. بس انت رايحه فين؟ مش عايز اصدمكم بس ده اعلان لموقع ذكاء اصطناعي بيقلع البنات هدومها. شفته وانا بقلب على الفيسبوك بتفرج عادي كده على الستوريات، لقيت الاعلان ده في وشي واكيد ظهر لناس كتير قوي. ولما دورت ورا الموضوع شويه اكتشفت ان البنت اللي في الفيديو دي بنت بلوجر بتنزل صورها وبتعمل فيديوهات تيك توك، بتعمل حاجه يمكن 99% من بنات الشعب المصري بيعملها. فعايزك تسيب لي دماغك شويه وتتخيل معايا بنت بتصحى الصبح، ايا كانت بقى، مراتك، بنتك، امك، عمتك، بنت من قرايبك يعني، تصحى الصبح تفتح موبايلها عادي تلاقي صورتها، ايوه صورتها هي، بس في وضع عمرها ما كانت فيه، وضع مستحيل تعمله او توصله، وهي متاكده انها عمرها ما اتصورت الصوره دي. صوره ووضع اباحي بالكامل، هي صوره مزيفه بس واقعيه لدرجه تخليك تشك في عينيك. وانا نفسي والله اطلع لكم امثله صور وفيديوهات للموضوع ده بس مش هينفع والله. يا نهار ابيض، ايه اللي بيحصل ده؟ وايه موضوع الصور؟ الموضوع ده مش خيال علمي يا صاحبي، ده بيحصل دلوقتي وفي بنات كتير وقعوا في المصيبه دي. واخده بالك يا اللي ما بتصدقي تتصوري صوره تقومي فرشاها فيس وواتس وانستا وسناب؟ واخده بالك انت يا اللي ما فيش راجل في بيت؟ اتفرجي على الفيديو ده وافهمي خطوره اللي انت بتعمليه يا بنت الناس. الذكاء الاصطناعي ده اللي احنا كنا بنشوفه في الافلام بقى في ايد اي حد وبيستخدموه في ابشع انواع الجرائم. جرائم ممكن تدمر حياه بنات وتخليهم يفكروا في ابشع الحلول اللي ممكن توصلهم للانتحار. فاشل. انا منجاوي وده تاني فيديو من برنامجنا الجديد مخمخه. موضوع النهارده خطير جدا وحساس، ويا ريت تشاركوا الفيديو ده في كل مكان عشان الكل يستفاد. عايز انبه عن حاجه، ان كلمه اباحيه ممنوعه وبتعمل مشاكل في الفيديو، فهتلاقيني دايما بقول صور او فيديوهات مزيفه او حاجه شبه كده يعني. فسماعاتك ولايكك الجميل يا غزال ويلا بينا. بص يا سيدي، الموضوع كله بيبدا بتقنيه اسمها ديب فيك او التعري بالذكاء الاصطناعي. زمان عشان تعمل صوره مزيفه واقعيه كنت محتاج تبقى فنان فوتوشوب او خبير جرافيك، وده محتاج وقت ومجهود. دلوقتي الموضوع بقى اسهل من شرب الميه او من شرب العصير اللي انا بشربه ده. التقنيه دي بتعتمد على حاجه اسمها الشبكات التوليديه التنافسيه. تخيل كده ان في اتنين ذكاء اصطناعي بيتخانقوا مع بعض، واحد اسمه المولد بيعمل صوره مزيفه وبيحاول يخليها واقعيه على قد ما يقدر، والتاني اسمه المميز بيحاول يكشف لو الصوره دي حقيقيه ولا مميزه. وكل ما المولد بيعمل صوره احسن المميز بيتعلم ازاي يكشفها، وهكذا لحد ما يوصلوا لصور مستحيل تفرقها عن الحقيقه. والاخطر بقى ان الادوات دي بقت في متناول اي حد. يمكن كلنا شفنا الفتره اللي فاتت دي على كل المنصات الذكاء الاصطناعي قادر يعمل فيديوهات مستحيل تفرقها عن الحقيقه. يا جماعه اقسم بالله العظيم الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيعمل فيديوهات من شده الدقه بتاعتها في ناس عملوا منها افلام وكسبوا منها فلوس. انت متخيل معايا الموضوع؟ سيبك من كل ده، انت بنفسك اكيد مليون في الميه شفت فيديوهات ذكاء اصطناعي وازاي بيتكلموا وبيعملوا حركات زيهم زي ما بتصور فيديو عادي، زي كانك بتصور فيديو ليك او لاصحابك. في تطبيقات زي الديب سويب اللي بتغير الوشوش في الفيديوهات والصور بدقه 90%، وفي اللي بيعمل فيديوهات واقعيه كانك مصور ممثل وكانها طالعه من استديو تمثيل. وفي بقى تطبيقات التعري بالذكاء الاصطناعي زي تطبيقات كتير قوي مش هقول اسمها عشان ولاد الحرام، يلي داخل الفيديو عشان تعرف اسم البرنامج وتروح تذل بيه واحده من البنات اللي بتكلمها فوق. يا تعبيط ولا ايه؟ التطبيقات دي كل اللي بتعمله انك ترفع صوره بنت، صوره عاديه، صوره بنت متصوراها ومنزلاها على الفيس او الانستجرام، تاخد الصوره دي وترفعها للموقع، والذكاء الاصطناعي بدوره بيشيل الهدوم من عليها رقميا ويطلع لك صوره مزيفه كانها حقيقيه. عارف ايه المرعب في الموضوع ده؟ ان معهد اكسفورد للانترنت لقى حوالي 35 الف نسخه من نماذج الديب فيك متاحه للجميع، واتحملت حوالي 15 مليون مره من اواخر 2022. يعني في اكتر من 35 الف موقع ديب فيك بيعمل صور مزيفه وموجودين معانا على الانترنت دلوقتي، ويقدر اي حد يدخل يستخدمهم ويرفع لهم صور بنات. والارقام دي مش مجرد ارقام يا جماعه، دي وراها قصص حقيقيه وناس حياتها اتدمرت نهائي. في قصه شاب اسمه ايليا، مراهق امريكي عنده 16 سنه. ايليا ده كان شاب زي الورد، بيحب الحياه واهله متدينين، ومحدش كان يتخيل انه ممكن يعمل حاجه شبه كده. في فبراير اللي فات 2025 ايليا ده طب ليه؟ لانه تعرض لابتزاز جنسي بصوره عاريه مزيفه بالذكاء الاصطناعي. وصلت لايه رساله تهديد انه يدفع 3000 دولار والا الصوره دي هتتبعت لاصحابه وعيلته، واهله طبعا ما كانوش يعرفوا اي حاجه عن الابتزاز ده غير بعد ما مات. تخيل حجم الصدمه لاهله وقرايبه. مكتب التحقيقات الفيدرالي الاف بي اي بيقدر انه في على الاقل 20 شاب انتحروا بسبب الابتزاز الجنسي ده، والاولاد والبنات المراهقين بالذات مستهدفين لانهم غالبا ما بيتكلموش عن اللي بيحصل لهم خوفا من الفضيحه او ان محدش يصدقهم. والموضوع ده مش بيفرق بين مشهور وعادي، كلنا فاكرين اللي حصل مع النجمه العالميه تايلور في شهر 1 2024 اللي فات. صوره مزيفه ليها اتعملت وانتشرت وعملت ضجه كبيره على منصات زي اكس وفيسبوك. واحده من الصور دي بس شافها اكتر من 47 مليون بني ادم، ده خلى البيت الابيض نفسه يعبر عن قلقه. شركات زي مايكروسوفت بتحسن نماذجها عشان تمنع الصور دي من
على مواقعها نهائي. وفي الهند ممثله اسمها راشميكا حصل معاها نفس الكلام في 2023، فيديو ليها وشها متركب على وش واحده تانية انتشر بشكل كبير جدا في الهند، وده خلى الحكومه الهنديه تتدخل وتطلب من منصات التواصل الاجتماعي انها تشيل المحتوى ده في خلال 24 ساعه. حتى في امريكا طالبه ثانويه اسمها فرانشيسكا طلاب في مدرستها استخدموا تطبيقات الذكاء الاصطناعي دي عشان يعملوا صور مزيفه للبنات زمايلهم، ومنهم البت دي. وبالمناسبه البت دي بقت دلوقتي من ابرز المدافعين عن قانون جديد اسمه توك ات داون اكت، القانون اللي بيحمي الضحايا دول. الارقام مرعبه يا جماعه، 96% من صور الديب فيك المزيفه دي بتستهدف الستات والبنات، 99% من الديب فيك المزيف ده بيكون للستات. يعني الموضوع ده عنف موجه ضد المراه بشكل صريح. وعلى مستوى العالم 57% من الستات قالوا انهم اتعرضوا لاساءه قائمه على الصور، وواحد من كل 3 منهم بيعتبر نفسه ضحيه لاساءه زي دي. والاخطر ان الموضوع ده بقى بيستهدف الناس العاديه والاطفال اكتر من المشاهير. يعني التهديد ده بقى قريب مننا كلنا. ممكن لسه ما تعرفش في مصر والدول العربيه، بس حاجه زي دي مش هتطول وهتوصل لنا، واحنا عندنا اولاد الحرام كتير ما شاء الله. والتاثير النفسي يا جماعه صعب جدا، قلق واكتئاب وافكار انتحاريه حتى لو الصور دي مش حقيقيه. ضحايا بيحسوا بالاهانه والفضيحه، والصدمه بتتضاعف كل ما المحتوى ده يتشارك ويشوفوه ناس اكتر. الموضوع مرعب. البنات دلوقتي فاكرين ان الصور اللي بتنزلها على السوشيال ميديا حاجه عاديه وكل البنات بتعملها، بس الحقيقه غير كده خالص. في سؤال كل بنت لازم تسال نفسها قبل ما تدوس على كلمه نشر: انت بتنزلي الصوره دي ليه؟ عشان تبهري الشباب يعني، ولا عشان تشوفي كومنتات العيال؟ يعني بتنزلي الصور دي عشان ايه؟ عشان العيال المرايله دي ما يولعوا بجاز وسع. يا جماعه بقى عادي جدا دلوقتي تدخل انستجرام تلاقي بنت عندها 13 سنه او ست عندها 30 سنه منزله صوره لابسه لبس مش تمام ومبينه كل حاجه، وتقول لك ايه بقى؟ لا ده انا بعرض اللبس ده للبيع، انا بلوجر وده شغلي. بس اللي هي مش واخده بالها منه ان في الاف الشباب بتشوف الصور دي، وخلي بالك مش كلهم كويسين. سيبك من الشباب، ممكن صاحبتك متضايقه انك مشهوره وهي لا تعمل لك بلوه زي دي تضيع حياتك كلها. وبعدين يا جماعه في جروبات على تليجرام بتجمع صور البنات من السوشيال ميديا وتعرضهم للبيع بطرق مش كويسه، وخلي بالك الطرق دي مش عاديه، لا خالص. ده بيتحط على الصوره كده بالخط العريض رقم تليفون وتحته مكالمه الفيديو ب 200 جنيه واصله لك. او لو انت مغيبه او انت ما تعرفيش الموضوع ده، الشباب اللي يشوف الفيديو ده فاهمين انا بقول ايه كويس. في مصايب بتحصل على التليجرام. وبعدين عايز الناس تفهم ان الموضوع ده مش مجرد افراد بيعملوا كده، لا دي بقت صناعه كامله. تطبيقات التزييف دي كلها تجاريه، يعني بتدفع فلوس عشان تستخدمها. متوسط سعر الصوره دلوقتي وصل ل 31 سنت، يعني حوالي 30 جنيه. والاخطر ان 17 من اصل 20 تطبيق بيستخدموا العملات المشفره وسيله دفع، وده بيخليهم يتخفوا عن الرقابه وما تقدرش الحكومه توصل لهم. ده غير برامج الشراكه والاحاله اللي بتشجع الناس انها تنشر التطبيقات دي اكتر عشان يكسبوا فلوس. يعني في ناس مستفيده ماديا من الموضوع ده. وكمان كتير من المواقع دي ما بتطلبش تاكيد سن او موافقه من صاحب الصوره، يعني ممكن اي طفل يستخدمها او اي طفل يرفع او يستخدم صور اطفال من غير موافقه اهلهم، وده بيخليها بيئه خصبه لانتاج مواد الاعتداء الجنسي على الاطفال. طب ايه الحل؟ هل انا استسلم خلاص يعني دي تقنيه اتعملت ولا غالب؟ لا طبعا، في جهود كبيره بتحصل على مستوى العالم. في امريكا في القانون اللي اتكلمنا عليه من شويه اللي اتوقع عليه في شهر 5 اللي فات ده، والقانون ده بيجرم نشر او التهديد بنشر الصور المزيفه دي، بيطلب من المنصات انها تشيل الصور دي في خلال 48 ساعه. وفي قوانين مشابهه في الهند واستراليا وكمان في الاتحاد الاوروبي. بس المشكله هنا ان القوانين دي في دول متفرقه، الانترنت ما يعرفش حدود. يعني الجناه واصحاب المواقع دي ممكن يهربوا من بلد لبلد، عشان كده محتاجين تعاون دولي اكبر. وعلى المستوى التقني في حلول بتظهر زي الفوتوجراد اللي طوروا معهد امريكي للتكنولوجيا اللي هو معهد MIT، وده بيعمل تغيرات بسيطه في الصور بتاعتك مش بتبان بالعين المجرده، بس بتخلي تطبيقات الذكاء الاصطناعي ما تقدرش تلعب فيها بشكل واقعي، يعني بيحمي صورتك من الاساس. وفي ادوات كتير لاكتشاف الديب فيك، بس المشكله انها لسه بتواجه تحدي كبير عشان تواكب التطور السريع للتقنيه دي، لان التقنيه دي او الذكاء الاصطناعي عامه وصل لمواصير رهيبه، زي انها تقدر تعمل فيديو توصل مدته لساعه كامله بوشك وصوتك وحقيقيه بنسبه كبيره جدا. طيب احنا كافراد نعمل ايه عشان نحمي نفسنا ونحمي بناتنا من الحاجات اللي شبه كده؟ اول حاجه شدد اعدادات الخصوصيه على كل منصات السوشيال ميديا. حاولي على قد ما تقدري يا بنت الناس يا محترمه تخلي صورتك ما تبانش غير للناس اللي تثقي فيهم او الناس اللي حواليك. اكونت ما يبقاش بابليك، الصور ما يبقاش اي حد يشوفها. ويا ريت يعني بلاش خالص، يعني بلاش خالص تنزلي صور وشك، يعني صور وشك ظاهر فيها، بلاش تنزلي صور وشك ظاهر فيها. ولو عندك صور ادخلي دلوقتي امسحيها. انا في عرض كل شركه
شنب مكتوب في بطاقته ذكر. خلي بالك من بناتك واهلك، ما تبقاش ناطع رايح الشغل راجع من الشغل، لا اعرف الدنيا ماشيه ازاي. وكمان بلاش تنزلي صور بجوده عاليه، لان كل ما الصوره تكون جودتها اقل كل ما يبقى صعب على الذكاء الاصطناعي ان هو يلقط تفاصيل كافيه عشان يعمل ديب فيك واقعي. ولو خلاص الدوده بتاكلك وهتنزلي صوره، حاولي تخفي اي جزء من وشك، نضاره شمس، كاب، او حتى ستيكر بسيط على جزء من الوش، لان ده بيصعب المهمه على الذكاء الاصطناعي او الديب فيك. ويا ريت يا ريت وركزي هنا كويس، ابعدي عن رفع صورك على ادوات الذكاء الاصطناعي العشوائيه. البنات اللي على التيك توك اللي بتجري ورا ترندات الذكاء الاصطناعي، يا بنت الناس ابعدي عن اي تطبيق بيغير الوشوش، ابعدي عن اي تطبيق بيعمل صور بالذكاء الاصطناعي، لانه ممكن اصلا بيخزن صورك دي وبيستخدمها في تدريب النماذج بتاعته. الخبراء بيقولوا ان موضوع الديب فيك ده لسه في اوله، يعني بعد المصايب دي كلها لسه بنقول بسم الله، ولسه هتزيد اكتر واكتر وهتندمج مع تقنيات زي الواقع الافتراضي والواقع المعزز. يعني ممكن في المستقبل القريب جدا ما تقدرش تفرق بين الحقيقه والخيال، اي فيديو او صوره تشوفها على النت. بيقولوا الخسائر الماليه المتوقعه من الجرائم دي ممكن توصل ل 40 مليار دولار في حلول 2027. يا جماعه الموضوع ده مش هزار، ده تهديد حقيقي لينا ولبناتنا. في النهايه يا صاحبي الذكاء الاصطناعي ده سلاح ذو حدين، يعني ممكن يبني وممكن يدمر، والمسؤوليه علينا كلنا، حكومات، شركات، وافراد. لازم نكون واعيين ومتعلمين ونعرف ازاي نحمي نفسنا ونحمي اللي حوالينا. السؤال هنا بقى، احنا كناس كبيره وعاقله، احنا كافراد يعني، ايه دورنا عشان نوقف المصيبه دي؟ وازاي ممكن نخلي الانترنت مكان امن لينا ولولادنا ولبناتنا، خصوصا ان خلاص الجيل الجاي كله حياته مبنيه على النت ومستحيل نبعدهم عنه. سيبوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشيروا الفيديو ده عشان نوصل صوتنا لاكبر عدد من الناس. الفيديو ده خلص بس الكلام لسه ما خلصش والمواضيع كتير قوي، فلو في سؤال في دماغك عن حاجه او في موضوع مش عارف تفهم اللي وراه، سيبوا لي في كومنت وان شاء الله اعمل لك عنه فيديو. بس كده، سلام.